مش تبع كونتنت والله، بس انا مصره ان انا اعمله. انواع الصنايعيه دي الامين، بس اللي شغله مش احسن حاجه، مش حاجه اصلا. انت تيجي تبص كده ايه ده، بيهلك الحيطه طحينه ويقول لك على فكره هو ده الزهري اللي انت كنت عايزه. شايف التاتش، هتشوفها في الشمس. بقى اللي جاي يكون نفسه عند حضرتك فاكر ان في بادجت مفتوح، وهو قاعد معاك يطلع لك في حاجات تدفع فيها فلوس لحد ما يجهز بنته اللي في ثانويه عامه. معلش، ممكن تبقى جايبه اصلا عشان يغير سبوت نور، وفجاه بنالك شقه دوبلكس وشطبها وخلصها، واحتمال ياجرها ومش هيديك ايجارها حتى. في شويه مواصفات عامه كده. بنتاخر، ما بنردش على التليفون، ملوش اي استخدام اصلا بالنسبه لنا غير ان احنا نعلي صوت ام كلثوم على الاخر ونحطه على الشباك اللي جنبه ودنا بالظبط واحنا نايمين، عشان يعرفوا كده كهاله ان احنا كصنايعيه جينا. طفل شايف في كل حته، ميه كتير، ما بنشيلش حاجه ورانا. حاجات الخطر يعني، شاكوش وقع على رجله عادي هتاخد رجلي واسيبه مكانه في الارض عادي. بس نرجع ونقول ان في بجد صنايعيه عندهم ضمير وولاد ناس، وبنقعد ندور عليهم. انا معرفش بقى هم فين، فالنبي يا جماعه قولوا لي اي حد، لان انا مش هعيش بنص حيطه. الراجل ما بيردش علينا، حتى ام كلثوم بقالها كتير ما جاتش.